شهر رمضان شهر صوم وليس شهر طعام. الذي يشوف الناس الآن من أول رمضان يظن الناس كانوا صائمين، وجاء رمضان علشان يأكلون، كأن الناس لا يأكلون إلا في رمضان. وترون الآن الازدحام والمنافسة في الأسواق المركزية وعند الخضروات وعند الفواكه وعند اللحوم، تقول الناس مبلوشين، إيش فيهم؟ قالوا رمضان أكل ولا صوم؟ صار مفهوم رمضان عند الناس أكل. الرجل يشتغل من الصباح إلى الظهر وهو يقضي، والمرأة من الظهر إلى المغرب وهي تطبخ وتنفخ وتسوي وتقرص وتسنبس والناس من المغرب إلى الفجر وهم يأكلون. أجل ماذا بقي لهم من الصوم؟ واحد يتصل بي يقول يا شيخ أنا إذا أمسكت في السحور أمسك مع الله أكبر ولا مع لا إله إلا الله؟ يبغى يقعد يأكل حتى مع الأذان. قلت له أنت إذا أفطرت في المغرب تفطر مع الله أكبر ولا مع لا إله إلا الله؟ قال لا مع الله أكبر. قلت وامسك مع الله أكبر. فكثرة الأكل أيها الإخوة في رمضان تتنافى مع مشروعية الصيام، فإن الصيام من حكم مشروعيته المحافظة على صحة الإنسان. لكن هل نحن الآن بهذا الأسلوب الذي نحن عليه الآن في التعامل مع الصوم والغذاء هل نصح أم نمرض؟ نمرض، نعم. وروح الآن شوف المستشفى، تجد العيادات حقت الباطنية 20 عيادة، وتجد جميع العيادات الأخرى مقفلة، وكل واحد يدخل يقول بطني بطني. بطنك من ايدك يا أخي. يأكل يعني يفطر بعضهم على ما يرهق معدة جمل، 30 حبة سمبوسة وكاستين شربة و4 أكواب عصير وصحن تمر ودلة قهوة. هذه خلاص ما عاد يقدر يقوم يصلي، وراح يصلي ورجع من الصلاة يجد أمامه سفرة فيها عشرات الأصناف، ولا بد أن يأكل لأن البراغد تعبت. وإذا ما أكل يتزعل عليه، وتجعل الحلويات اللذيذة تخليها آخر السفرة علشان إذا غلق غصب يأكلها. وإذا ما أكل تقول له علشان خاطري علشان خاطري عشان خاطري، فيأكل حتى يكاد يموت. فإذا جاءت صلاة التراويح ما يقدر يقوم، يلا يقوم يغسل يديه، اي نعم، قاعد جالس لا يقدر يقرأ ولا يقدر يروح يصلي. وإذا أراد يصلي قال دوروا لنا إمام مخفف يسلق الصلاة في ربع ساعة كلها. ليه؟ لأنه مليان مثل السيارة المحملة إلى الحنايا، ما تقدر تطلع الطلعة. وأسباب ذلك الأكل. لا أيها الإخوة، نحن لا نقول للناس جوعوا، لا، كلوا، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا الميزان. والميزان أن تأكل ثلثا، وثلثا للشراب وثلثا للنفس. نحن الآن الثلاثة كل هذه أكل، والماء بالغصب، وأما النفس فلا نفس. تجد الناس يصلون وهم يكرعون مثل التانك المليان، ما عاد يقدر حتى يتكلم، فيمرض الناس بهذا. وبالتالي لا نحقق المصلحة التي من أجلها شرع الله لنا هذه الفريضة العظيمة.